السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ وها هنا نبدأ الحلقة الرابعة من مسلسلنا المفضل فينلاند ساغا الموسم الثاني. تبدأ الحلقة بتاعتنا بأن ثعبان يبدأ يوبخ الجميع وهو بيفطر، وأمر الجنوب بتضميد جراح ثورفين، وتأسف ثعبان لثورفين وبدأ يتعرف عليه. وهوب يا صديقي، ما تعرفش ايه اللي حصل. تخيل ثورفين انه شاف اشيلاد معلمه وقاتل ابيه قدامه، فقام هاجم الراجل على الثعبان، وهنا الثعبان اعجب بيه اكتر وقال له جسمك يا صديقي عاوزك ما تموتش. وهنا تساءل ثورفين اعيش اعمل ايه، وراح ثورفين وإينار يكملوا شغلهم ولا كأن حاجة حصلت. وبدأ يتساءل إينار في نفسه، هو مين ثورفين ده؟ وسأل هو انت دخلت حرب قبل كده؟ ورد عليه ثورفين سأله تاني هل قتلت شخص؟ قال له وبدأ يحكي له عن ماضيه اللي كلنا عارفينه يا صديقي وهو صغير، وعن تربيته وعن بشاعة أيامه. خلص اليوم وناموا الاتنين، لكن فضل إينار يتذكر كلام ثورفين وإنه محارب. وهنا بدأ إينار يستشيط غضبا علشان برضو المحاربين دول هم اللي قتلوا أمه وأخته. وهاجم إينار على ثورفين وهو نايم وبدأ يخنق فيه، لكنه يتوقف. وكان أصلا ثورفين بيحلم بكابوس مرعب أصلا في الوقت نفسه، وفاق ثورفين من الحلم والكابوس اللي هو فيه ده وقال له أيوة أنا زي اللي قتلوا عيلتك. استشاط غضبا إينار من كلام ثورفين، لكن برضه قال لنفسه ان مش ثورفين هو اللي قتل عيلتي، ورجع نام مرة تانية. وبكده يا صديقي الحلقة الرابعة تبقى خلصت. ايه حلقة لذيذة خفيفة كده، ما فيهاش اي احداث كتيرة زي ما انت شايف. المهم دوس على المربع اللي قدامك ده علشان تشوف الحلقة الجديدة اول ما تنزل. يلا بينا.